السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. والناس اللي بتشوف قناتي لأول مرة اشتركوا يا جماعة، عندي كل ما هو مفيد. إن شاء الله أنا مكملة معاكم فيديو شوربة العظم وإزاي تكون مفيدة. ده بعد ما عملتها وصفيتها، صفيتها بمصفى وحطيتها في طبق ازاز اهو، زي ما انتوا شايفين اهو، طبق بايركس. بصوا انتوا يا رب تشوفوا اهو، شايفين طبقة شايفين الطبقة الصفرا دي؟ بصوا الطبق الكولاجين تحت الأبيض ده، هو مش عارفة هيبان في التصوير اهو. شايفين طبقة الدسم قد ايه فوق؟ طبعا انا كنت العظمة سبحان الله من حسن حظي ان هي كانت عظمة ما فيهاش يعني مش عظمة مليانة قوي، يعني عظمة الرسخ تقريبا، يعني مش عظمة اللي هي بتاعة الفخذ، ولا لا، العظمة اللي هي بتاعة الرجل الأمامية. فبصوا الكولاجين يعني طالع ازاي، خفيف، او يمكن كانت الذبيحة صغيرة. بصوا الوش، انتوا شايفين؟ انتوا مقدرين الطبقة اللي فوق دي كلها طبقة دسم. فانتوا مقدرين الواحد لما بيجي يشرب طبق شوربة بيكون الدسم فيه قد ايه. عشان انا لما اتكلمت قلت هو كل حاجة بالمعقول. الناس كلها وكل الاتجاه العلمي الحديث بيقول ان شوربة العظم مفيدة. طب ليه ناس بتاخدها والكوليسترول بيعلى عليها؟ ليه ناس بتاخدها وتتعب؟ لان مش ما خدناهاش بالمعقول. يعني مثلا ادي هو، انا عايزه اطلع طبقه الدسم واوريكم طبقه الكولاجين، انا معاكم اهو بحاول. بصوا شفتوا يا جماعه اهو، شفتوا طبقه الكولاجين بيضه، وده الدسم ده اهو. بعد ما بنحطه على الرف ونطلع الطبق البايركس كده اهو. هو لو كانت الماسورة او العظمة كانت مليانة او احتوائها عالي من الكولاجين ومن النخاع ومن الدهون، كنت هتبصوا تلاقي الطبقة قد الطبقة بتاعة الكولاجين. ولكن انا سبحان الله من حسن حظي انا رحت على الاخر وطلبت عظمة من الراجل، فاداني عظمة زي ما اكون ايه يعني هي كانت يعني شوف تقول ما فيهاش اي حاجة، بس الحمد لله طلع يعني وباخد منها اهو. بصوا اهو، شايفين طبقة الكولاجين اهي اهو. لان ده اكيد شديد شديد على المعدة، شديد على المعدة. وبالنسبة للأعمار اللي أنا قلتها، النساء اللي بعد 45، ده طبعا أكل يعتبر بيعمل إحماء، أو أكل بيعتبر بيدي طاقة للجسم قوي عشان كمية الدهن دي كبيرة. فطبعا النساء ما بعد ال45 أو في طريقها إن هي الحيض ينقطع، فالجسم بيسخن لوحده، فاحنا مش ناقصين. يعني الجسم كل شوية كده هي منظومة الهرمونات، في هرمون يعتبر اللي هو بتاع المبايض انقطع. فالهرمون اللي في الدماغ، او اللي في اللي هو الغدة النخامية، او الغدة اللي هي الام، بتبعت للمبيض وتقول له ها فين الاستروجين، فين الاستروجين. فالرسالة دي تقوم مخلية جسد المرأة يسخن من وقت للتاني، يسخن. هو عايز الاستروجين يطلع عشان الاستروجين ليه فوائد كتير جدا. يعني ان شاء الله هشرحها في فيديو بعد كده. قصدي ان انا افهمكم ليه كل شويه الهبه السيده بتشعر بيها. لان هو الاستروجين مش بس قصه خلفه، لا، قصه ان هو يعتبر هو اكسير الحياه للمراه. فلو انا لو السيده شربت شربت العظم بكميه العظم دي، كميه اسفل الدهن ده كله، بصوا هي بتطلع كده اهي، اهي، شايفين؟ بتطلع طبقه، بتشيلوها كده.
ممكن بقى اللي هو النساء، يعني اللي لسه في أعمار صغيرة شوية، الشباب والشابات والرجال اللي أقل برضو من 45، يعني ممكن هو دي كفاية، كمية الدهون دي كده كفاية، عشان حتى تعرفوا يعني اللي هو إيه. أولا هتخلوا الكولاجين يشتغل، لأن الكولاجين عايز الوسط دهني. ثانيا تعرفوا انتوا يعني يعني هو التذوق والإحساس بالأكل. لما الحاجة بتزيد قوي بتتعب، يعني بتحسوا ان انتوا مش حاسين بطعم الحاجة. فلما تخلوا جزء بسيط زي ده كده، يعني ان شاء الله ما يبقاش فيها ضرر. بالنسبة للنساء اللي هم فوق ال45 والدورة خلاص قربت تقطع، فكملوا شيل الكلام ده كله. كملوا شيل كده الكلام ده كله. خليكم معايا. رجعت لكم يا جماعة. طبعا انا بشيل الطبقة الدهنية اهي. بحطها في طاسة، وبوطي النار خالص، بس ما اسهاش عليها، يعني ما اروحش في حته واسيبها. واسيبها لما تحس ان لو في نقط ميه او في كميه ميه بسيطه خرجت منها، وبقى الموضوع عباره عن دسم قدامك، يعني زي السمنه كده او زي الزيت. يعني حاجه قدامك زي الزيت محميه ما فيهاش اي ميه. بعد ما تعملوها في الطاسه، تجيبوا برطمان وتغسلوه وتعقموه وتحطوا فيه الدسم ده. يعني انا بحوشه كده. انا قبل كده اتكلمت على اعادة التدوير، فالدسم اللي بيطلع سواء بقى شوربة بط، سواء شوربة فراخ، سواء شوربة عظم او شوربة لحمة، الدسم اللي بيطلع حوشوه كده وسيحوه وحطوه في البرطمان، واكتبوا على البرطمان ده دسم ايه. اكتبوا على البرطمان ده دسم ايه. ليه بقى؟ انا كنت اتكلمت قبل كده على فيديو قصير على اعادة التدوير، وقلت لكم ان احنا هنعمل حاجات كويسة من الدهن. فطبعا ده دهن طالع يعني اللي هو مش لسه بقى هقطع وكده واحطه يسيح، لا ده هو اهو طالع لي جاهز، بس مجرد فيه كمية رطوبة بس. هحطه في الطاسة عشان تطلع منه الرطوبة، واعبيه في البرطمان ده. بكتب على كل برطمان ده دهن. ده مثلا هكتب عليه مثلا ده اللي هو الدهن ماسورة. دهن الماسورة هنقول عليه الكولاجين. دهن الماسورة هنقول عليه ده دهون الكولاجين، او طالع من في كمية كولاجين يعني، او في تركيب، يعني طالع من ماسورة، فيعتبر دهون مفيدة فيها نسبة الكولاجين. ده اللي انا اتكلمت على اعادة التدوير، ده هنستخدمه في عمل صابون للبشرة او للشعر، وهيبقى بالتركيب بالآلة الحاسبة. وهنزل لكم الورقة ان تركيب الصابونة نسبة الرطوبة فيها قد ايه، نسبة الصلابة، نسبة التطهير او نسبة النظافة، يعني تنضف لكم قد ايه، نسبة ان هي فيها رغوة كريمية قد ايه. كل ده هوريه لكم في بعد ما اركب التركيبة في حاسبة الصابون. هطبع لكم الورقة واوريها لكم ان شاء الله، ده في فيديو جديد. خلونا في الفيديو دوت اهو. يعني انا بستفيد، طلعت الكولاجين اهو. طبعا الكمية دي انا قلت الصغيرة ديت للناس اللي هي العادية اللي قبل ال45. ده خلاص الكمية دي كده سخنوها او قسموها في اكياس، او قسموها في برطمانات ازاز وشيلوها في الفريزر. كل يوم بتاخدوا لكم جزء. اولا شوربة او الكولاجين ده مفيد جدا، ان هو بيحسن الميكروبات النافعة في المعدة. بيحسن وظيفة المعدة، بيحسن الامتصاص بتاع المعدة للعناصر الغذائية. فلازم يبقى الكولاجين ده موجود، لأنه بيحسن الوظائف بتاعة الجهاز الهضمي، وأولها المعدة. فيعني الحكمة اللي بتقول المعدة بيت الداء، ده صح. كل ما صلحت المعدة بتصلح يعني بتشفى بعون الله من الأمراض اللي عندك، وبتقوي مناعتك، وبيبقى في عندك مناعة، ان يبقى في بعد الشر ما يجيلكش امراض، فيبقى عندك مناعتك قويه، بتقوي المناعه. دي فايده من فوائد الكولاجين. الفايده اللي هي الشائعه جدا، اللي هي عشان خشونه الركب. فالناس اللي هي النساء اللي هي بتكلم دلوقتي على فئه النساء اللي هم خلاص الدوره في طريقه تنقطع، شيلوا الدسم خالص. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة. النساء اللي هم بعد ال45 أو الدورة خلاص انقطعت، بتشيلوا الدسم ده خالص، اللي في الوش ده كده بتشيلوه خالص، وبتستبدلوا بتخزنوا الكولاجين بقى في اكياس او في برطمانات ازاز على قد الكميه اللي انت تاخديها كل يوم. وده زيت الكتان، ده الزيت الحار، زيت الكتان.
انا من سكان اكتوبر، فبجيبه من سوق السادس المركزي، وانا نزلت لكم فيديو عليه قبل كده. في ناس في الشارع اللي فيه جزارة القط وفي عطارة السبع بنات، ناس جنبهم كده واخدين ركن بيبيعوا الزيوت أصلية. أنا جربت من عندهم الطحينة وعملت لكم فيديو بيها قبل كده، وجربت زيت الكتان رائع، بيسكن الآلام رائع. طبعا للمرأة اللي ما بعد ال45 هتعمل ايه؟ هتشيل الدسم ده كله وتجيب زيت الكتان، قلت لكم مكانه اهو، وتحطي تخزني الكولاجين في اكياس على قد الكميه اللي انت تستهلكيها كل يوم، او في برطمانات زي كده وتخزنيها في الفريزر على قد الكميه اللي انت تاخديها كل يوم، كوبايه مثلا. وتيجي لما تيجي تاخديها تحطي معلقه بقى من زيت الكتان. زيت الكتان غني بالاوميجا 3، ده اولا هيعمل على تسكين الالام، وهيعمل على تحسين وظائف المفاصل. واهم حاجه بالنسبه للنساء اللي هي في طريقه انقطاع الدوره، انه فيه الاستروجين اللي هو الكويس اللي ما بيسببش والعياذ بالله المرض الوحش. فزيت الكتان مفيد جدا للمرأة اللي في حالة انقطاع الدورة، بيهديكي وبيخلي، هو طبعا الهبة مش بتمشي، ولكن بتنخفض حدتها، ومع الوقت بالحاجات الطبيعية ان شاء الله هتلاقي الامور مشيت معاكي تمام. يبقى المرأة ما بعد ال45 بتشيل الدسم ده كله يا جماعة، بتشيل الدسم ده كله وتخزن الكولاجين في اكياس او في برطمانات على قد الكميه اللي انت هتاخديها. شيل الدسم خالص، لان الدسم بيسخن الجسم. فكل ما الجسم سخن هتيجي الهبه، فتحس ان انت فرن، تحس ان انت مولعه. فكفايه عليكي الهبه الحراريه اللي هي بتاعه لخبطه الهرمونات او انقطاع الدوره. ما تزودهاش بالدسم، ما تزودهاش بالدسم. كفايه ان انت بتطبخي بسمنه بلدي، كفايه ان انت بتحطي زيت زيتون على جبنه مثلا، كفايه ان انت بتستخدمي زيت جوز الهند مثلا في الطبيخ احيانا، لان الدهون الصحيه زيت الزيتون، زيت جوز الهند، السمنه البلدي، كفايه كميه الدهون اللي انت بتطبخي بيها. لكن ما تزوديش الطاقه عليكي بالدهون اللي هي بتخرج من الشوربه، او من شوربه البط، او من شوربه العظم، او من شوربه الفراخ. فان شاء الله يا رب الفيديو يكون فاتكم. اللي بيتفرج على قناتي لاول مره، بتمنى ان هو يدعمني بالاشتراك، وكل الناس اللي معايا القدام واللي هيشتركوا يدعموني باللايك والشير والتعليق الحلو. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله مستنيه تعليقاتكم. السلام عليكم.